السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. هنستهل النهارده حلقتنا دي ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد جميعا بأن سيدنا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، النهارده أهم حلقة في حياتي. عايز أنبه قطاع كبير جدا من الغواي المحترمين المخضرمين اللي فاهمين حمام، والشباب النص نص، والشباب اللي هو عاجز عن انه يفهم الحمام. عايز افهمكم حاجه لوجه الله هقولها لكم. لما يكون عندك حمام مش طايق بعضه، او كان واخد بعضه وبقى زي الفل مع بعضه، وفجاه قلب قطران وقطع انتاج، وانت عمال بتحاول وهو ما زال القص مش عايز يبيض، او انا عايزك تعمل عمليه تطليق. الذكر ساعات يا جماعه بيهنج، والنتايه ساعات بتهنج، فانا بحاول اطلق الجوز دول من بعض، اديها ذكر تاني بيور نفس فصيله جوزها، وهو نتايه تانيه بيور نفس فصيلتها هي. بطلقهم، بدل ما بيبقى عندي جوز واخد بعضه بس ما بينتجش، بيبقى عندي جوزين ومستني منهم انتاج. صدقوني القصة دي بنسبة 90% جابت نتيجة. هي جابت من الذكر الجديد وهو جاب من النتاية الجديدة. طب كان ايه اللي حاصل ما بينهم؟ كان ايه اللي حاصل ما بينهم علشان يحصل الخذلان ده والقلق ده؟ هي همدت، هو همد، ده شيء وارد، لان الحمام مش 24 ساعة بينتج. الحمام بيجي عليه وقت، ثواني يا حاج، الحمام بيجي عليه وقت، مش هنزل، الحمام بيجي عليه وقت بيهنج وما بيقدرش وبيتعب وبيريح. فتريحته دي انا بحاول اقطعها له ان هو يجدد نشاطه، مش هنزل، يجدد نشاطه مع اصل وقت اكل وقت افطار، يجدد نشاطه مع نتايه جديده الذكر، ويتحاول ان هي تجدد نشاطها مع ذكر جديد. والله اللي جرب واللي هيجرب القصه دي هتنجح معاه بنسبة 90%، 100%. بالنسبة لي أنا 100%. جرب تعزل، لو عايز تنزله انزله. جرب تعزل الذكر من النتاية لمدة أسبوع، لا هي تشوفه ولا هو يشوفها، وحطها في عشة أو في مكان ودخل لها الوحش الجديد، وزي ما عملت معاها اعمل معاه. نسيتهم بعض الأسبوع ده، وزوفتها شوية وزوفته شوية، ورميت لهم الفصيل الجديد من نفس فصيلهم، يعني دم جديد هيدخل يظبط الكلام. واقسم بالله هتحصي، وهو اقسم بالله نتايته هتحصي منه. اللي ما كانتش اللي كانت قاعده مع ذكرها بالشهر والشهرين والثلاثه ما بتجيبش حاجه. عملنا القصه دي في حمام، والصلاة على النبي أنتج، وهي تحت منها زغاليل وهو تحت منه زغاليل من النتاية بتاعته الجديدة، والاتنين زي الفل. جربوا القصة دي مش هتندموا، عشان خاطر ما تقعدوش مستمرين ومصممين وقاعدين فاشخين نفسكم قوي ان يعني القص ده ما يستني برضو منه زغاليل. ما باضتش يا برجو، الحقني يا برجو، بتلم قش وبتموهني وقاعدة عليه وبرضو مفيش، بيكسرها يا برجو ومفيش انتاج، موسعة لكن مفيش بيت. اسمع الكلام وعزلها اسبوع لوحدها ما تشوفوش وهو اسبوع، وجوزها وجوزه، واسمع الكلام، وربنا يبارك في الانتاج الجديد. وبدل ما هتاخد جوز هتاخد جوزين، واللي يصلي على النبي يكسب. عايز بعد كده ردهم براحتك، عايز تسيبهم على حالهم سيبهم براحتك. ودي انسب طريقه لتطليق الحمام اللي بيكتر قوي ويمسخ في المده ويقطع انتاج بهبل. احلى مسا عليكم وسلامات. حب امك ما ينازل.